في مارس 415 في الإسكندرية كان في واحدة اسمها هيباتيا راجعة للبيت بتاعها. فجأة ناس يطلعوا عليها ويسحلوها وبعد كده يموتوها عارية، وبعد كده يفضلوا يقطعوا في أعضائها، وبعد كده يحرقوها ويرموها في البحر. مين بقى هيباتيا علشان يحصل فيها كل ده؟ وإيه اللي يستدعي إن كل ده يحصل في الأساس؟ كل ده هنعرفه أكتر في قصة إنسان النهاردة، قصة حياة هيباتيا. بس قبل ما نبدا يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاشارات عشان يوصلكوا كل جديد، تعملوا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا عشان احنا نكمل، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن الحلقات اللي عايزين نعمل عنها وعن رايكم في الحلقه دي. يلا بينا. علشان نعرف قصة هيباتيا كويس لازم نرجع لأحداث قبل ميلادها. فمثلا بعد انتقال السيد المسيح للسماء تلاميذه انتشروا في كل حتة علشان ينشروا تعليمه. كان منهم القديس بطرس اللي عمل كنيسة أورشليم وعمل كنايس تانية، وبعد كده كان في قديس مرقس اللي عمل كنيسة الإسكندرية. بس كل من القديس بطرس والقديس مرقس الاتنين استشهدوا، واحد مات مصلوب راسه لتحت ورجليه لفوق، والتاني اتسحل. وتيجي سنة 303 وفيها دقلديانوس يصدر مرسوم فيه بهدم كل الكنايس، حرق كل الكتب المقدسة، حرمان المسيحيين من أي حقوق ليهم. وبعد كده يصدر مرسوم في نفس السنة سجن كل رؤساء الكنايس وتعذيبهم لغاية ما يهجروا المسيحية ويؤمنوا بالوثنية. بعد كده يصدر مكسيميانوس مرسوم على إرغام المسيحيين لتقديم الذبايح للآلهة الرومانية. ومن هنا لغاية 313 يحصل مجازر ويتسمى عصر الشهداء. بس في 313 يتم إصدار مرسوم ميلانو علشان يتم الإعفاء عن المسيحيين. أما بقى هيباتيا مش عارفين هي امتى اتولدت بالظبط، بس من المرجح ان هي اتولدت 355 وكان في مدينة الإسكندرية. كان أبوها ثيون كان مدير مكتبة الإسكندرية، بس مش هي المكتبة بتاعت الإسكندر الأكبر وبطليموس، لا دي كانت ابنة المكتبة الأولى. المكتبة الأولى مصيرها هتعرفوه في حلقة كليوباترا. المهم المكتبة التانية اللي هي المكتبة الابنة كانت موجودة في السرابيوم، معبد كان لعبادة الإله سرابيوس، وخصصوا جزء منه للمكتبة. أبوها بقى كان عالم رياضيات مشهور جدا وكان فيلسوف كبير. وطبعا بما ان ابوها مدير مكتبة الإسكندرية فاكيد خدت تعليم كبير جدا، ولان في الفترة دي كانت الفلسفة هي ام العلوم، فعشان كده كانت بتدرس الفلسفة والرياضيات والمنطق وحاجات تانية كتيرة جدا. ده غير انها درست افلاطون وارسطو ودرست الفيلسوف المصري افلاطين. لما كبرت شوية قررت ان هي توهب حياتها كلها للعلم، بس كان ليها طريقة خاصة في الشرح كانت سهلة وبسيطة، علشان كده بقت مدرسة في مكتبة الإسكندرية الابنة. المهم في سنة 391 يتم إصدار قرار بأن السرابيوم المفروض أن هو يتم تفضيته، يعني ما يبقاش في أي حد، وهكذا المكتبة الملحقة بيه. تحاول هي والتلاميذ بتوعها إن هم يلملموا كل الكتب اللي موجودة بسرعة قبل ما المعبد والمكتبة يتدمروا، بس للأسف تلملم كتب قليلة جدا وتتهد المكتبة بعد ما كانت منارة العلم في الإسكندرية. بالرغم إن هي كانت بتتكلم بالفلسفة إلا إن هي كسبت احترام كل الموجودين في الإسكندرية. أي نعم إن كان كلامها كان ممكن إن هو بيبقى مش مقبول من بعض الفئات زي المسيحيين، بس كان في شعراية للاحترام المتبادل ما بينهم هما الاتنين. هي بالنسبة لها كانت بتتكلم في الفلسفة، والفلسفة من ضمن أقسامها أو من ضمن فروعها إن هي بتتكلم في الخير وفي الشر ومضمونهم ومعناهم، فهي كانت بتتكلم في الجزء ده. وبالذات أفلاطون اللي هي كانت بتشرح له حاجات كتيرة جدا كان بيتكلم في الجزئية دي، فبالتالي هي كانت بتتكلم في الجزئية دي بشكل كبير جدا، وده كان بيضايق بعض المسيحيين. أما هي في الأساس هي ما كانتش مؤمنة بالوثنية في الأساس، ولا كانت مؤمنة بالمسيحية، هي اتربت على العلوم وعلى الفلسفة. وفي الوقت ده أساسا حتى المتربيين على الوثنية ما كانش كلهم مؤمنين بالآلهة الموجودة، فهي بالتالي اتربت على الفلسفة والعلوم وشافتهم وأمنت بيهم. غير كده هي ما كانش عندها الوقت ان هي تدور وتبحث عن الاديان. حاولت تعمل الاسترلاب. الاسترلاب ده هو آلة فلكية قديمة جدا علشان يقيسوا بيه الاجرام السماوية. ده غير كده كمان هي كانت صديقة الحاكم الروماني، بس بعد كده يتم تعيين كيرلس بطريرك الكنيسة الإسكندرية، ومن هنا بقى تبدأ الصراعات ما بين حاكم الإسكندرية وما بين البطريرك الكنيسة الإسكندرية. كانت دايما في صراعات ما بين المسيحيين وما بين حاكم اسكندرية واليهود، بس يتم طرد اليهود من الإسكندرية، وبكده ما يبقاش لحاكم الإسكندرية غير طبقة علية القوم بس اللي زي منهم هيباتيا. بس هيباتيا كان ليها تأثير كبير على حاكم الإسكندرية، لأن بطريقتها البسيطة اللي احنا عارفينها كانت دايما بتعرف تفهمه أي حاجة عايزة تقولها. ومن هنا يشوف بعض المتشددين إن هي اللي معصية حاكم الإسكندرية إن هو يؤمن بالإيمان المسيحي، فيقرروا إن هم يقتلوها كجزء من غيرة السياسية. وفي مارس 315
يحصل فيها الحادثة اللي حصلت في البداية، السحل، بعد كده القتل، بعد كده التقطيع، بعد كده الحرق. بس بعد كده يقول عنها سقراط القسطنطيني اللي هو مؤرخ كنسي والمولود 380 يعني عاصر الفترة بتاعتها، في كتاب ليه كان مكتوب باسم تاريخ الكنيسة، بيقول فيه: كان هناك امرأة في الإسكندرية تدعى هيباتيا، بارعة في تحصيل العلوم المعاصرة، مما جعلها تتفوق على كل الفلاسفة المعاصرين، حيث كانت تقدم تفسيراتها وشروحها الفلسفية وخصوصا لفلسفة أفلاطون ولمريديها الذين قدموا من كل مكان، إضافة إلى تواضعها الشديد لم تكن تهوى الظهور أمام العامة، ومع ذلك فإنها كانت تقف أمام قضاة المدينة وحكامها من دون أن تفقد تواضعها المهيب والذي أكسبها احترام وتقدير الجميع. قد كان حاكم الإسكندرية في مقدمة هؤلاء الذين كانوا يكنون الاحترام العظيم لها. هيباتيا محدش يقدر ان هو يقول كلمة على ذكاء، بس للأسف هي كانت جزء من وقت مضطرب. الرومان اضطهدوا المسيحيين، ولما جه الوقت ان هم يقللوا الاضطهاد بتوعهم ظهر علم هيباتيا، لان هي بدأت تكون مشهورة. بعض الناس رمزوا ليها ورمزوا ما بين الاضطهاد اللي حصل بسبب الرومان، لان هي في الاول وفي الاخر ظاهريا هي وثنية، فاتقتلت بطريقة تراجيدية، لان هم كانوا عايزين في الاساس ان هم يقتلوا الرمز بتاع الاضطهاد، علشان زي ما كانت كليوباترا بموتها تتحول البحر المتوسط لبحيرة رومانية، بموت هيباتيا يتحول العالم كله من العصور القديمة للعصور الوسطى. وبس دي حلقة النهاردة، يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.